مرحبا بكم في قناة W Academy، حيث نشارككم الأفكار التي تساعدكم على بناء مستقبل أفضل. هل فكرت يوما أن تبدأ مشروعك الخاص ولكنك توقفت بسبب اعتقادك أنك تحتاج إلى رأس مال ضخم؟ الحقيقة أن كثيراً من أنجح المشاريع بدأت بأفكار بسيطة وموارد محدودة جداً. واليوم سنكشف معاً خطوات عملية لبدء مشروعك حتى لو لم يكن لديك رأس مال كبير. المحور الأول: كسر الخوف. أول ما تحتاج إليه ليس المال بل الفكرة والإرادة. الفكرة القوية مع التنفيذ الذكي يمكن أن تتحول إلى مشروع ناجح حتى بموارد قليلة. المحور الثاني: استثمر مهاراتك. قبل أن تبحث عن المال، اسأل نفسك: ما هي المهارات التي أمتلكها؟ على سبيل المثال، إذا كنت تجيد التصميم أو الكتابة، يمكنك البدء بتقديم خدماتك عبر الإنترنت. إذا كنت تتقن الطهي، يمكنك البدء ببيع وجبات منزلية لجيرانك أو عبر تطبيقات التوصيل. المحور الثالث: استغل الموارد المتاحة مجاناً. اليوم ما في كثير من الأدوات المجانية اللي بتساعدك على الانطلاق. مواقع أدوات التصميم المجانية مثل كانفا، منصات تعليمية عبر الإنترنت تمنحك المعرفة دون مقابل. المحور الرابع: نموذج ابدأ صغيراً وكبر تدريجياً. ابدأ لي مشروع صغير جداً يخدم دائرة ضيقة من الناس، ثم ومع الوقت استخدم الأرباح لإعادة استثمارها وتوسيع نشاطك خطوة بخطوة. لا تنتظر المثالية منذ البداية، بل ابدأ بما هو متاح. المحور الخامس: قصص ملهمة. هل تعلم أن كثيراً من الشركات الكبرى بدأت من كراج منزل أو مكتب صغير جداً؟ المفتاح هو الإصرار والقدرة على التطوير المستمر. إذن ليس المال هو العائق الحقيقي، العائق هو التردد. ابدأ اليوم بفكرة بسيطة، استثمر مهاراتك، واستخدم ما هو متاح لديك. وإذا أعجبك هذا الفيديو، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناة W Academy حتى تصلك المزيد من الأفكار التي تساعدك على بناء مستقبلك.